دونت هاف تايم، اللوك نار وشرار، الشعر القصير تحفة عليا. تعالى اعلمك في الريل ده ازاي تقطعي عليه، ازاي تجننيه، ازاي تقفشيه ويبقى هيتجنن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الريل احنا وي دونت هاف تايم ومش هنسمي عليهم. طيب ازاي اقطع عليه، او ازاي اعرف انه بيخوني، او ازاي اتاكد انه بيخوني؟ الحاجات اللي انا هقولها في الريل دي تدل ان الراجل بيخونك، لازم تقطعي عليه. ومعلومة تانية خالص، الست الغبية هي اللي بتتخان، والست اللي الراجل ما بيعملهاش حساب هي اللي بيتداس عليها، والست المضمونة هي اللي الراجل بيفضل يهين فيها عشان عارف انها مهما حصل ومهما جرى هي مضمونة. فالكلام اللي انا بقوله ده بفلوس، نركز مع بعضينا عشان نفهم المحتوى ماشي ازاي. طيب، رقم واحد الاشهر على الاطلاق، لو انت بتبعتي رسالة للراجل سواء مرتبطة بيه، الراجل اللي انت مرتبطة بيه سواء كان مرتبطة بيه، متجوزاه، مخطوباه، اي حاجة من التلاتة، طول ما هو اونلاين وما بيكلمكيش لازم دماغك تشتغل. نركز مع بعض. ببعت مسج بيرد بعد وقت وهو اساسا اونلاين، لازم اشغل عقلي. التروكولر ثابت عندي على الموبايل علشان اشوف اخر ميعاد واخر ويت هو موجود فيه. السناب اللوكيشن شغال عشان اعرف جوزي فين ورايح فين وهو حاليا موقعه ايه. رقم 2 مواعيد العمل يا حبيبتي، ما يبقاش بيخلص الساعة 2 ويقولك اجتماع ل9. سفرية شغل هو في الجونة، الاجتماع بتاع الساعة 9 شقت واحدة في شيراتون. اسمعيني انا، المحتوى ده بتاعي. فمواعيد العمل الرسمية اخره ماكسيمم بعد الشغل ساعة 2 يكون عندك. رقم 3 بالنسبة للمخطوبين او المرتبطين، طول ما خرجت مع الراجل الموبايل على وشه او الموبايل في جيبه او الموبايل معمول خاصية انه مغلق او سايلنت، طول ما الموبايل في جيبه سايلنت خاصيه يبقى بيخونك والموبايل عليه حاجه. طب انا اعرف منين يا امان؟ وانتي قاعده اساليه الموبايل فين، او انا الشارج بتاعي خلص عايزه اعمل مكالمه من عندك، رني من عندك شوفي الموبايل سايلنت ولا لا. ايا كان، سوري انا رنيت بالغلط، بحاول ارن على اختي او امي واعملي نفسك رنيتي بالغلط، شوفي هيطلع صوت ولا لا. اللي بتشغل عقلها ما بتتخنش. الست اللي بتبقى ذكيه والراجل خايف منها ما بيعملش حاجه، لكن الست اللي بتتغفل الغبيه، الست اللي مش مهتمه وهممها اكلها وشربها في البيت، ما بتسالش على جوزها فين، هو اللي بيتجوز عليها. اللي مش بتهتم بأمورها ومش محاوطة على الراجل هي اللي بتتخان. الحاجات اللي انا بقولها دي لو بتحصل معاكي فهو بيخونك، ما فيهاش نقاش ولا جدال. الريل ده مش جاي من فراغ، جاي من تجربة وواقع ودنيا من حوالينا. اركز على الحاجات اللي قالتها ايمان الاباجوري في الريل ده: الموبايل، المواعيد، تغييره، قلة اهتمامه، الاونلاين. يبقى الموبايل المقلوب على وشه، السايلنت اللي متحول خاصية بيخونك، الاونلاين الكتير ولما بتبعتي مسج بيرد بعد فترة بيخونك، اللي خافي اكاونتات عنك ومش راضي يقولك مواقع على السوشيال ميديا لانه خاطب وكاتب انه انجزد فقالك مش معايا حسابات بيخونك، اللي بيتغير عن مواعيد عمله بيخونك، اللي بتجيله سفريات كتير بيخونك، اللي طول الوقت قلقان ومتوتر وانتي قاعده بيخونك، اللي طول الوقت باصص في الموبايل بيخونك، اللي بيقولك مع صحابه وما بيردش عليكي وسط صحابه بيخونك، اللي بيقولك جات لي سفريه فجاه بيخونك. كل ده بيخونك. لازم تبقي ذكيه. وانا قلتلك في ريل من ريلاتي، الست اللي مش هيتعمل لها حساب عند الراجل هتتخان وتتهان. اتهانتي ما تتابعنيش على طول، شيري لي الريل ده.